السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. النهارده يا جماعة جايبين لكم فيديو جديد وبنوريكم هنرش البطاطس ازاي. وطبعا احنا الأول كده بنعمل خرطوم في الأرض أنا والحاج عطية ابو السادات صاحب الموتور اهوت بيرش معايا اهوت. هو صاحب الارض برضه. كلنا اهل واخوات يا جماعه وبنعاون بعض وبنساعد بعض في كل حاجه يعني. بنص بس يا حاج عطيه. وبعدين بنعمل الخرطوم يا جماعه زي ما انتم شايفين كده عشان ما يضايقناش في الرش اهو. بنعملها لنص الارض وطبعا الخرطوم طبقتين اهو زي ما انتم شايفين. نوصل النص والنص التاني ده بقى اللي احنا هنرش بيه خلاص بيجيب. يلا يا حاج روح. هنرش مبيد فطري عشان طبعا دي زرع شتوي يا جماعه. الارض الجو ساقعه فاحنا بنرش بتاع فطري للارض اهو زي ما انتم شايفين. لو بالك عطيه لو الخرطوم الثاني فاحنا بنعمله زي ما انتم شايفين كده. يلا يا حاج روح اهو. جاب النص فاحنا اي حته مدينه في الخرطوم زي ما انتم شايفين عشان ضغط الموتور يبقى شديد. طبعا معانا الحاج ربيع اهوت كبير فلاحين المنطقه. تعال يا ابني هنا. ايوه عامل ايه؟ الله يعطيك العافيه. ايوه الله عجوز راجل عجوز على السكه مش قادر يمشي. ليه مش قادر تمشي ليه يا اخوي؟ بشتغل كتير والارض فيها شغل كتير ومش ناهي. ليه مش مهد ليه؟ الله يعطيك الصحه يا عم. برضه اقول لهم ده اخوكم رضا العجمي مشتت الغله. والحاج رضا اهو. الحاج رضا اهو. الحاج رضا العجمي اهو بيشتت الغله بتاعته. شاور كده يا حاج رضا اتكلم قول لك كلمتين. قول المشاهدين كده بتوعنا عايزينهم يزيدوا كده واشتركوا معانا في القناه وفعلوا الجرس. اهو. وده طبعا يا جماعه ده ابو قردان. الطائر ده ابو قردان ده احنا بنسميه صديق الفلاح لانه طبعا بينقي الحشرات من الارض. حشرات يابا. وطبعا معانا الحاج عطيه اهوت هنور الموتور اهوت بنقلب الرش زي ما انتم شايفين كده اهو. اهو ده الرش اللي احنا حطيناه في الارض مبيد فطري. يلا يا حاج اهو. توكل على الله. دور يا حاج. دور يا حاج. استنى يا ابني لما نفضل الجهاز. لا هو يا عم الحاج. قوم يا ربيع يلا. قوم يا اخ ربيع. قوم عشان احنا يلا يا عم. اعمل ستوب يا اسلام.
فاضي يا لا. اهو، واثنين بس اثنين بس يرصوا الارض وهم مرتاحين ومزاجهم انهم عنب العين. اهو هو طلع من فوق على جهه الهواء يا جماعه، الهواء جاي عليه وهو بيرش على جهه الهواء. شويه من غير شويه يا حاج، هات اخر الخط. ايوه كده اهو. وطبعا احنا بنشكر المشاهدين والمتابعين بتوعنا من جميع انحاء الوطن العربي الكبير، وعايزين نشوف النتيجه يا جماعه. ما اشتركش يشترك ويفعل زر الجرس عشان يوصلوا كل جديد مننا. طب ايه احنا جنبهم؟ طبعا زي ما بنقول دي بطاطس سيلان يا جدعان شتوي يا جماعه، دي بطاطس سيلان شتوي عمرها النهارده 60 يوم تقريبا او 65 يوم. فاحنا طبعا بنرش على طول باستمرار فطري، وطبعا احنا رويناها وثبتناها اهو. يعني احنا راويين بس احنا ايه ما كانش معانا التليفون عشان نصور او وما لحقناش نصور، فاحنا قلنا نصور لكم فيديو في الرش. وبنشكر اخواتنا في جميع انحاء الوطن العربي الكبير، الاردن والعراق وسوريا ولبنان وفلسطين الحبيبه. وعايزين يا جماعه اللي ما اشتركش يشترك ويفعل زر الجرس عشان يوصلوا كل جديد مننا. وطبعا احنا بنختصر يا جماعه في الفيديو، ما بنصورش الفيديو كامل، لان لو صورنا الفيديو كامل هيبقى مده الفيديو كبيره، فاحنا بنقص منه شويه يعني على اساس تبقى الزمن قليل، ما يبقاش فتره طويله واحنا بنعمل الفيديو. زي ما انتم شايفين بالطريقه دي كله بيجتهد وبيتعب من اجل لقمه العيش. وطبعا دي مصر بلدنا الجميله، هي بلد كلها خضره اهي. وطبعا انا عارف ان الحاجات ديت بتعجب اخواتنا في الدول العربيه والاسلاميه، ولما بيشوفوا الحاجات ديت بينبهروا بيها. وطبعا لما يجوا مصر كمان هينبهروا اكتر واكتر ويشوفوا الحاجات دي على الطبيعه، كمان يشرفوا بلدهم الاول، ما بنقولش الثاني بقى، بلدهم الاول. واهلا بهم في اي وقت. وطبعا اهو الرش بالطريقه اللي انتم شايفينها دي. شوف الراجل اللي عنده ذمه وضمير، أو لا بس اي حاجه بشيلها هو شغال. يا جدعان الناس هنا بتتعب عشان تلاقي اهي، كله بيتعب ويجتهد من اجل لقمه العيش. والحياه طبعا زي ما بنقول تعب ومشقه، وربنا يرزقنا ويرزقكم ويعيننا ويعين الناس كلها. وطبعا ما يفوتناش حاجه برضه ان نهنئ اخواتنا الاقباط بعيد السيد المسيح وعيد القيامه واحتفالات راس السنه. بنعيد عليهم برضه ونقول لهم كل عام وانتم بخير، اخواتنا وشركائنا في الوطن
في جميع أنحاء الوطن العربي الكبير، وبنعيد عليهم برضه وبنقول لهم كل عام وأنتم بخير. وطبعا ده كان فيديو مختصر يا جماعة عن رش البطاطس بالمبيد الفطري. وطبعا ماشي يا باشا، اتفضل. احنا ايه في اوقات يا جماعه الواحد مش محضر خالص، ما يعني ماليش محضر كلام ولا اي حاجه خالص. انا ما بحضرش ولا منتج، بسيب كل حاجه بالطبيعه كده، كل حاجه على طبيعتها، ما بمنتجش ولا بعمل اي حاجه والله. اهو سيبه يا اسلام، سيبه ارجع ورا انت يا اسلام، سيبه ارجع ورا، ارجع ورا انت. خش يا حاج، خش على طول، خش. انت راجع هناك ايه؟ طب يلا مش مشكله، ماشي مش مشكله، انا هنزله اهو، بس انت ما تطلع قدام شويه هعمل. تعالى يا اسلام كده، خش قدام بس، خش. هات يا اسلام الخرطوم ده ونزله في قلب القلبيه دي. ها؟ مش هتيجي كلها عطيه مره واحده، مش هتيجي عطيه عادي بنجيبها واحنا راجعين. نزل خرطومنا في القلبيه ده يا اسلام، نزله. ايوه نزل عشان ما يقلعش بطاطس. اهو ده الفلاح بيشتغل يا جماعه بحكمه شويه عشان ما يبهدلش زراعته ديت، لان الزراعه بتكلف النهارده، حاجه ما بتجيش بالسهل خالص. ايوه بس سيبه يا اسلام. ايوه الهوا عالي قوي، الهوا عالي وماشي زي ما انتم شايفين كده يا جماعه اهوت. عندنا حته الاسمنت بتترش ببلاش. ومرسوم والله مرسوم، بتترش الفطري اهي. علي ايدك تقع فيها عشان تجيب لي ها؟ وطبعا هات يا اسلام اصور لنا شويه دولت عشان يبقى الصوت واضح. وطبعا زي ما انتم شايفين اهو ماشي بالخط ده يا اسلام اللي هو الشرقي ده اهو. ادي اسلام اهو يا جماعه، بص هنا يا جماعه يا اسلام اهو. انا دلوقتي حاليا انا اللي بصور، واسلام اهوت ماسك الخرطوم مع الحاج عطيه، كلنا بنعاون بعض هنا، ومفيش حد بيتكبر على حاجه خالص، وكله من اجل لقمه العيش. وطبعا يعني انا بحاول اطول شويه على قدر الامكان، يعني عشان تفضلوا تتفرجوا على المناظر الحلوه الجميله ديت اللي مش هتلاقوها في اي مكان خالص، اللي عندنا هنا الجديد عندنا بس. واحنا زي ما بنقول الصوره ب1000 كلمه، الصوره ب1000 كلمه اهي. وطبعا اخواتنا السوريين حبايبنا بنشكرهم دعمنا بالقناه وما بتاخروش عننا في اي حاجه خالص. وطبعا ادي مصر الجميله هيت، كله بيجتهد وبيتعب من اجل لقمه العيش. وطبعا الحاج رمضان فوزي اهوت، نقرب الكاميرا شويه كده اهو. حاج رمضان اهو. كله بيجتهد وبيجري، مفيش حد
بيقعد يا جماعة، وكله بيجي بتعب، وكله من أجل لقمة العيش. وطبعا كده الفيديو خلاص قرب على النهاية، وبنقول دمتم في أمان الله وأمنه وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اهو ايوه يا حاج، اعطيها اخر طلعه دي اهي. دمتم في حفظ الله، والسلام عليكم.